مساء الخير أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي، وبسعدني وبشرفني إنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. اليوم رح نعمل سمكة حارة بالفرن. بحتاج لسمكة كبيرة وزنها 2 كيلو ونص أو 3، أنا هون 3 كيلو. بحتاج لضمة بقدونس، راس تومة، 3 حبات كبار بندورة، وليمونتين، وحبة فليفلة، وقرنين فلفل حار. وبحتاج لملح، البهارات اللي هي ملح، بهارات سمك مشكلة اسمها بهارات السمك، كمون. وبحتاج لبطاطا تقريبا 4 حبات بطاطا، بقشرهم وبقطعهم زي ما انتم شايفين شكل دائري. وبعدين هلأ بدي أتبل السمكة. بمسك السمكة بعد ما تكون نظيفة ومتأكدة إنه ما فيش فيها شي، وبحط عليها البهارات. ببدأ بالملح، بملحها زي ما انتم شايفين بهالشكل من جوا، وبعدين بسكرها ومن برا. بعدين بحط الكمون زي ما انتم شايفين، وبحط بهارات السمك من جوا ومن برا، من الجهتين بقلبها. وبعدين بعملها زي المساج، بتأكد انه كل بهارات مع الملح امتزجوا مع السمكة عن طريق مساج، بعملها يعني زي مساج. وبحط طبعا الليمونة، بكون عصرة ليمونة كبيرة زي ما انتم شايفين. طبعا السمك هو بحب الليمون والتومة، وببدأ أعملها زي المساج زي ما انتم شايفين. بتأكد إنه وزعت جميع البهارات اللي حطيتهم والملح والليمون في جميع أنحاء السمكة، وبعمل لها زي مساج من برا من الجهتين. طبعا بجيب عندي البندورة والبقدونس والتومة والفلفل الحار، وبخلطهم عندي، أنا بضربهم بالكبة، وبعدين بحشيهم بالسمكة من جوا، وبحشيها وبحط الباقي بوزعها على فوق السمكة من الجهة اللي فوق، وبعدين بقلبها برضه من الجهة اللي تحت، والباقي بحطه على البطاطا اللي تحت زي ما انتم شايفين. ايوه زي ما قلت لكم، بحط جوا، بوزع الحشوة، بحط على السمكة من فوق والسمكة من تحت، وبحط البطاطا. وهاي آخر مرحلة زي ما انتم شايفين. أخذت معي تقريبا ساعة بالفرن. أول إشي بعملها على 10 دقايق على نار عالية، وبغلفها بالفويل. ايوه زي ما انتم شايفين، انا حطيت ورق زبدة وبعدين لفيتها بالفويل وحطيتها بفرن حامي. اول 10 دقايق على نار عالية، بعدين تقريبا 70 دقيقة او 60 دقيقة عملتهم على نار وسط. وبعدين زي ما انتم شايفين بيطلع معي الشكل هذا النهائي. وفعلا سمكة كتير طيبة كانت، واللحمة طرية، وكانت اللحمة طرية وطيبة وطعمها كتير كتير بشهي. جربوها واتمنى انها تعجبكم، وصحتين وعافية، ويعطيكم العافية.